يعني يتعودون على ابو الفلوس عبد الله ويخل... يحبون الفلوس، نعم. ودليل انهم ما يهتمون للبشر انه رغد ايش قد انكتلوا من عائلته، راحت سوت تجميل ولا يهمهم، ولا كانه يهمهم الموضوع. مازال اني بس شغله واحده، اني مداخلتي وياك هسه اريد من عندك الدافع اللي دفع قيصر دحام حميد يروح هو والمجموعه يبلغون على صدام حسين، هو ومحمد الحدوشي. اكو حدث صار وانت شاهد عليه، شنو اللي صار عندهم عائليا بحيث صار الدافع من عندهم انه يبلغون على صدام؟ تقريبا بنهاية النصف الثاني من الثمانينات. اي نعم. زين. جت اخباريه بيناتهم عائليه انه اخت رفعت دحام، اخت قيصر دحام، بنت اخو عبد حمود، عندها علاقه علاقه ويا شخص بالعوجه يشتغل موظف بالاسواق المركزيه مال العوجه. هاي البنيه اخت من؟ اخت قيصر دحام، اخت رفعت دحام، يعني تصير بنت اخو عبد حمود. بنت اخو عبد حمود صار عندها علاقه ويا شخص بتكريت. هل هو كان تكريتي من عندهم لو خارج تكريت؟ لا، هم تكريتي بس مو من، يمكن اتصور مو من اهل العوجه، تكريتي يعني موظف جايبين من تكريت صاير اوكي. على الاسواق، فرع مال الاسواق المركزيه هذا داخل الحدث العوجه. هذا الحدث في اي منتصف الثمانينات. اي النصف الثاني من الثمانينات، مو بدايه الثمانينات، لا النصف الثاني او يعني الاخير من الثمانينات بالضبط ما. زين. اي المهم، هذا طبعا الاسواق المركزيه كان يعني فرع مال الاسواق الحره، مو الاسواق المركزيه. اي مو الاسواق اللي عندنا، يعني كل اسواقهم خاصه هم. كل الغراض كليته من هاي الفي اي بي، وكل يعني غراض نادره زين. ويعني ايه. المهم ما ندخل بهاي التفاصيل. المهم عبد حمود وصل هاي المعلومه. زين. زين. شخصيه راح على صدام، يعني هو كان بالدوام، وقال له هيك وهيك السالفه. زين. ايه. فصدام قال له اخذوا راحتكم بيها يعني. ايه. اخذوا راحتكم بيها. ايه. صدام قال لهم اخذوا راحتكم يعني ايه هو عنده اسلوب ايدك الك، يقول له ايه. 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 يعني شو اسمه يعني الظاهر اتفقوا حسب الاحداث اللي صارت. احنا ماكو واحد موجود كان بيناتهم ثالثهم، لا ماكو. اي بس ثالثهم الشيطان. زين. اي فقال له اللي صارت انه راح عبد حمود، حزم نفسه، لبس شو اسمه سلاح، اخذ سلاح واخذ عتاد ومجموعه رشاشات على حرمه كلهم. هو وحده راح يعني كل هالاسلحه قصدي والسلاح والهذي اي حتى استغربنا. يمكن شو اقول لك، يمكن من الصندوق مال مارسيس مالته كليته عتاد ورشاشات وغدارات وبيكيسي وكل شيء يعني. اي واخذ وياه مجموعه وراحوا على شو اسمه على حدود العوجه. على حدود العوجه وقف الحمايه. قاموا انتم هنا مكانكم، لا تدخلون بعد لي جوا، يعني مدخل العوجه وش اسمه. وهو فات جوا عليهم. كان يعني يوم يعني لا يوم عطله، لا جمعه ولا خميس ولا هيك، يعني ماكو. اي. وبالنهار الظهريه ما حد، العوجه فارغه طبعا. العوجه دائما على مدار ايام الاسبوع فارغه، ما بيها بس النسوان والمصريين والهيجي. زين. ايه بس يتواجدون الجمعه والخميس. ايه. المهم راح اخذها البنيه، اخذها واكو وادي من الوديان اللي غادي هوايه بها متعرجات ووديان العوجه، خاصه العوجه القديمه جوه يسموها. ايه. راح هناك نفذ عليها كتلها. زين. الشغله يعني الاكثر بعد، بلا ما كتلها دار عليها بنزين وحرقها. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. نعم. هذا عبد حمود. اي نعم. وقيصر هسه ويا ولده عايشين سويه.
ما اعرف. اي انا متاكد، انا حتى عندي صوره يمكن شوفتك اياها اتذكر، هم مجموعين كلهم سويه ولد. هم ما بهاي المسائل يعني ما معطول قدامهم، ما سلطه ونسوان. قلت لك يعني هاي 3 اشياء هي تحدد حياتهم. اي نعم. إيه. يغضون عن كل المسائل. المهم اي صار اللي صار. دحام هذا رفع الدحام كان يداوم بالحمايه، اعطوه اجازه. زين. قيصر كان بعيد مو بالحمايه كان. اي يمكن بوقتها يمكن يعني كان بالافواج يداوم. زين. هو شويه داوم بالحمايه، ولهذا كل معلومات اللي ينطيك اياها هاي نقلا عن جماعته. اي عن اخوته، عن اللي شافوه. بس هو كان موجود بالهجوم على حسين كامل، لان هو موجود بالتكريم، يعني صورته موجوده. ما اعرف. لا هو موجود يعني بالتكريم، هم ذول المجموعه اللي كرمهم صدام حسين اللي هجموا على حسين كامل في وقته. لازم نتاكد هذا التكريم على مود مال حسين كامل ولا؟ والله اني حسب ما قريت عليه انه ذول المجموعه اللي هاجمت. لازم نتاكد. نتاكد، لان انا اللي عند معلومات اللي عندي اللي هم محددين اللي اخذوهم شو اسمه هاي قتل حسين كامل بالسيديه. بس جماعه ابو سلطان زين يسموهم. اي. وهذول جماعه شو اسمه حج عكرمه وما عكرمه وهيك. ابو خطاب اللي من عندهم رفعت وقيصر لا ما شاركوا. المهم هذا مو موضوعنا. ثاني يوم عبد حمود الثاني ورقه مطويه. زين. ثاني يوم بالدوام عبد حمود الثاني ورقه مطويه، قال لي استنسخ لي بايدك شخصيا هاي الورقه وجيب لي اياها مطويه مثل ما هي، ولا تفتحها تقراها. زين. ولا واحد شو اسمه. احنا عندنا يعني مجموعه يعني شو اسمه اجهزه مال استنساخ، هاي شايب المجلس الوطني. بس عندنا غرفه بصف التشريفات بالمدخل. يعني هذني شغالات على طول، ما تروح تفتحهن وتحمى وكذا وهاي جاهزات. غرفه مال شو اسمه مال استنساخ. زين. اكو واحد من يعني من حظيره الامن يعني يساعدك او كذا هيك. انا ما خليتها، اخذت شو اسمه انا رحت سويتها قبلها. هاي هناك فتحتها الورقه شفتها. الورقه هي شهاده وفاه للبنيه نفسها. اي ايش مكتوب؟ كاتبين هاي عادي، كاتبين شو اسمه جلطه بالدماغ، جلطه بالقلب هيك. خطيه حرقوها وكتلها وحرقها عبد حمود. اي ظلت هاي الحاله ما حد يعرف بيها كل يعني. بس شو اسمه اني يعني سمعتها من بعض الاشخاص. لازال اكو كذا واكو هوايه منتسبين مفرغيهم بالعوجه. زين. سواقين، على مسؤول فلح، على بوزرتي مال بازيخانه بالعوجه، على شو اسمه. اي من هذول برا شو اسمه شويه يعني مثل اللي استنطقتهم او جبناهم بالحكي كذا. هي حكوها اكثر من مصدر يعني وبطريقه معينه. قالوا كتله وحده. زين. وهاي الحادثه مو اول مره تصير. زين. عندهم هم مره واحده صارت، بس ما اعرف البنيه مين. شو اسمه كانت عندها علاقه ويا واحد مقدم ضابط مركز شرطه العوجه. كان اكو مركز شرطه العوجه. زين. وهم كانوا حسوا بيها، وهذا الضابط اعتقد انهزم للسليمانيه، بس ما ادري بعدين لحقوه صفوه ما اعرف. المهم على اثر هاي شو اسمه الاسواق المركزيه لغت بالعوجه. لغت من وراء الحدث. حتى مركز الشرطه هم كانوا طلعوه. زين. وما خلوا بعد اي واحد يعني اي جهه
اداريه بالعوجه، مثل مال الزراعه، مال طابو، ما ادري شنو. طبعا هم ما عندهم تجنيد ولا لهم دخل بالتجنيد ولا كذا، وحتى الطابو هم يعني فشي خارج السياقات عندهم، هم ما لهم دخل به. يعني من الا من اهل العوجه. زين.